اوعى تستخدم اسلوب التبرير في حياتك. اي حد هيجي يتهمك بحاجه وانت هتقف علشان تبرر، انت كده بتحط نفسك في موقف مش حلو. انت كده بتتسحب للمستوى الطاقه التوكسيك اللي عند البني ادم اللي عايزك تبرر. هو عايزك تبرر مش علشان تظهر بالشخصيه او تزيل سوء التفاهم، لا، هو عايز ياكد الايمج اللي عنده الوحشه. مهما تعمل مهما تحاول بجد مش هيغير الصوره اللي عنده. فالمشكله مش عندك انت، المشكله عنده هو. فانت تمشي على مبدأ واحد بس عشان ترتاح وتبقى طاقتك بتحافظ عليها، لان احنا لما بنمشي في الوعي الروحاني لقدام ما بنرجعش لورا تاني. فما ينفعش طول ما انت مشغول في حياتك وتبص تلاقي حد بيسحبك على ورا كده علشان تبرر وتضيع يومك وتضيع طاقتك وتضيع حتى شوية الخيوط المحبة اللي ما بينكم وما بين بعض. وبالتالي مطلوب منك تؤمن بآية بتقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انت مؤمن بمبادئك، مؤمن بحياتك، مؤمن بأهدافك، مؤمن مؤمن مؤمن، انت مؤمن باللي انت بتعمله وماشي بما يرضي الله. فتأكد انك انت ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك حقك لغاية عندك. انت بقى تروح تبرر له، دي مشكلتك انت. زي اللي شاف دوامة وقال انا هروح اعوم. انت لو رايح تعوم في دوامة هناك، الدوامة دي هتاخدك وتسحبك تحت. معلش، أنا بقول لك ده مبدأ في حياتك ما ينفعش إنك أنت تتنازل عنه. وافتكر دايما إن سيدنا يوسف كان قاعد مفيش عنده أسباب إن هو يبرر للناس اللي حصل وهو في السجن، بس رب الأسباب بعت له ناس كانوا موجودين معاه في الحبس وراحوا للملك وشرحوا له وقالوا له إن هو إنسان كويس وشكروا فيه. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. هيبعت لك اللي يدافع عنك، هيبعت لك اللي يشوفوا الحقيقة بنفسهم. بس انت خليك ماشي على الطريق بتاعك وكمل، ما تقطعش. شكرا، سلام عليكم.